هل في فرق بين الاكل ان احنا ناكل وبين ان احنا نتغذى او نقدم لاولادنا غذاء سليم؟ طبعا مع دخول المدارس مهم جدا تغذية الأطفال. ليه؟ لأن احنا لما بندخل المدرسة بنبقى محتاجين نركز ونسمع ونفهم، فلازم نهتم بالتغذية بتاعتنا. يبقى الأساس في التغذية إن هي هتمديني بالطاقة وتخليني مركز طول اليوم. طيب عشان كده دايما بنهتم إن احنا لازم نفطر ونتغدى ونتعشى، وليهم وجبة بينية بين الفطار والغدا في المدرسة لأن الوقت طويل. دايما بننصح الأمهات إنها تدي أولادها قبل ما ينزلوا وجبة بسيطة، يعني ثمرة فاكهة، كوباية لبن، كوباية زبادي. ده هيمدهم بطاقة لحد ما بياخدوا البريك في المدرسة، وده بيساعدهم ان هم يحصلوا في اول حصة وتاني حصة وتالت حصة، في اول سيشن وتاني سيشن وتالت سيشن. بعد كده لما يبتدوا ياخدوا الوجبة التانية بياخدوا الطاقة بتاعتهم كاملة. والطاقة بتاعتهم بتيجي من ايه؟ لازم نركز انها تيجي اكتر من البروتينات، لان للأسف احنا في المدرسة ممكن نهتم شوية على الكانتين وناخد منه حاجات غلط، زي الشيبسي، البطاطس، الحاجات السريعة، الحاجات اللي فيها مواد حافظة كتير، الحاجات اللي فيها نسبة سكر أعلى كمشروبات. ودي العصاير المصنعة بالظبط، ودي بتمد بالطاقة زي ما احنا عارفين ان هي فيها طاقة عالية. بس مشكلتها ان طاقتها مش دايمة، فبالتالي بيحصل ارتفاع في مستويات السكر مرة واحدة وبتنزل مرة واحدة، فبيبقى عندنا معدل التركيز بيبدأ يقل، معدل النشاط والحيوية بيبدأ يقل، فبالتالي على آخر اليوم بيكون فقد كل التركيز بتاعه. عشان كده دايما ناخد وجبتين، ده هيخلي الطالب مركز أكتر أثناء الدراسة بالنشاط والتركيز. تمام.